غادة عبد الرازق في لقاء ليها قالت أنا إنسانة غير متزنة نفسيا أو عاطفيا بقالي سنين، وممكن أنا أكون السبب في فشل زواج بنتي. فراحت لميس الحديدي قالت لها ليه بتقولي كده؟ طب ما بنتك دي ليها كيان منفصل. قالت لها لا، ما حصلش، هي عمرها في حياتها ما انفصلت عني، وعلشان كده أنا حاسة إن أنا كنت السبب في إن هي حياتها فشلت. ده طبعا كلام فيه شجاعه كبيره جدا، بس في فيديو اخر اتبعت لي برضو كان تصريح عنها وهي بتقول ان انت مالكش كابن ان انت تسافر ما باباك ومامتك عايشين، لازم تعيش جنبهم طول العمر، ولما يتوفوا ممكن بقى ساعتها تبقى تسافر او تعمل اللي انت عايزه. جانب بقى حوار اخر انا شفته ليها هي وبنتها مع منى الشاذلي، وكانت قاعده بتتكلم على ازاي هي ما كانتش متقبله بنتها لما زادت، وازاي كانت بتتنمر عليها وشايفه ان هو ده الصح، وكانت متضايقه قوي ان بنتها متقبله جسمها، وكانت بنتها بتقول ان انا كنت متقبله نفسي وماما ده ما كانش قابلها. طبعا كل التصريحات اللي احنا بنشوفها دي طبيعي جدا اي حد دارس هيقدر يدرك اي سبب في التحديات اللي ممكن تكون بنتها برضو مرت بيها في حياتها، وده لان طبيعي اهالينا بيأثروا علينا نفسيا جدا بسبب سلوكياتهم والمشاكل اللي عندهم. وبعيدا عن المثل ده، للاسف في اهالي كتير بيعملوا كده مع اولادهم. في اهالي دايما بيرفضوا اي حد يفكر يقرب من اولادهم، شايفينه دايما مش كفايه لانه مش قادر يتخلى على انه يسيبه. في اهالي دايما بيشرطوا ان اولادهم يبقوا ساكنين جنبهم ويتدخلوا في حياتهم. هل الحاجات دي عاديه؟ الحاجات دي مش عاديه. كل السلوكيات دي سلوكيات خاطئه وغير متزنه خالص. لو دلت بتدل على ان شخص ما عندوش نضج عاطفي، على انه رغم ان هو كبر مش قادر يفهم ان زي ما انا عشت حياتي اللي قدامي يعيش حياته، لا انا لسه عايز يبقى عندي دعم وعايز يبقى عندي تحكم في كل اللي حواليا. مفهوم يعني حب غلط، شايف ان بدل انا امك او ابوك ان انا ليا اتحكم فيك لبقيه عمرك، وان انت لو ما عملتش كده تبقى ابن او ابنه مش كويسين. لو انتوا في الوضع ده وبتمروا بنفس التجربه، انا اشجعكم بشده ان انتوا تلجأوا لحد يدعمكم نفسيا، لان انتوا محتاجين خطه ومحتاجين تكنيكس تتحرروا نفسيا من التحكم اللي باباكم ومامتكم عاملين عليه. وما تحسوش بالذنب لو انتوا قررتوا تعملوا ده، لان زي ما هم ربنا اداهم الفرصه ان يعيشوا حياتهم ويختاروا حياتهم، انتوا كمان لازم تعيشوا حياتكم، وهم مش هيعيشوا العمر كله. وفجاه انتوا هتصحوا من النوم تكتشفوا ان انتوا ما قدرتوش تعملوا نص الحاجات اللي انتوا كان نفسكم تعملوها علشان باباكم ومامتكم، وهتحسوا ساعتها ان انتوا عمركم ضاع وان انتوا كبرتوا في السن ومش عارفين هتلحقوا تعملوا الحاجات دي ولا لا، ولا خلاص كده راحت علينا. وعلشان ما نضطرش نحس بكل الحاجات دي، انتوا تقدروا تلجأوا لحد وتعملوا جلسات، وتدريجيا هتتعلموا ازاي تحطوا باوندرز وتتحرروا نفسيا، ويبدأ يبقى عندكم حياتكم المستقله اللي انتوا تستحقوا تعيشوها بالطريقه الانسب ليكم.